النادي الاهلي ما فيهوش لعيبه، هو اللعيبه معظمها مصابه، يعني اللعيبه اللي احنا مشترينها والكبار والكلام ده لعيبه مصابه. ليه انا ما استفادش من الاكاديميه اللي انا عاملها، او ان انا عامل الناشئين دي؟ ليه انا عامل ناشئين؟ عشان استفاد منها ماديا ولا عشان استفاد منها لما تكون عندك ازمه مصابين في النادي؟ كان في الدوريات الأوروبية، الدوري الإنجليزي والناس دي، لما يكون مثلا كأس الاتحاد مش زي أبطال أوروبا، أنا محتاج دوري أبطال أوروبا، خلاص لا أنا محتاج دوري أبطال أوروبا، خلاص أنا أستفاد من المباراة دي إن أنا أخرج اللعيبة اللي عندي، الناشئين اللي عندي، أعملها فريق وألعب بيها بمين؟ كأس الاتحاد مثلا. كأس الاتحاد هيبين لي اللعيبه اللي انا محتاجها. ممكن انا ما اجيبش صفقات من بره، اروح اجيب صفقات من فين؟ صفقات من النادي نفسه، من الناشئين، مش هغرم حاجه، هو كده كده عندي، فانا مش هغرم حاجه، انا يا دوب انا هصعده من الفريق. لان لما مثلا لما يجي لي كاس مصر وعندي ازدحام في المباريات، ما اعملش فريق، مش انا كده كده هخسره، انا مش عايزه. تمام، انا مش عايزه لان كده كده انا هنسحب. ليه انا ما صعدش الناشئين اللي انا اصلا ببيعها وتلعب بره وتنجح، واروح اشتريها بمبالغ عشان ارجعها للنادي تاني؟ انا بدل ما انسحب، طب ما انا افكر فكره برضو، انا بدل ما انسحب من البطوله دي مثلا، طب ما انا اصعد اللعيبه دي والعب بيها كاس مصر يا عم، واشوف مين اللي ينفع يلعب في النادي الاول، في الفريق الاول، ومين اللي ما ينفعش، ومين اللي انا عايزه ممكن يتباع استفاد منه ماديا، لانه كده كده مش هينفعني بحاجه، ابيعه واستفاد منه ماديا. طيب انا ليه بشارك الناشئين لما تكون عندي ازمه واكون مضطر؟ ان انت لسه هتشوف ان الناشئين دي هتنفع معايا ولا لا. انا هلعب لعيب لعبه بطريقه وحشه عشان ما عنديش لعيب، وسام ابو علي مصاب، اشرف داري مش عارف ايه، اروح اشتري من بره. طب وانا عندي ناشئين، طب ما انا اجرب الناشئين اللي عندي في بطولة ودية، في كاس مصر اللي انا عم بنسحب منه، ما انسحبش منه. خد يا عم طلع 30 40 لاعب، 20 30 لاعب، وصعدهم واشوف اعمل بطولة اعمل بطولة من داخل الناشئين، واختار منهم 20 لاعب او 15 لاعب، اي عدد، والعب بيهم كاس مصر اللي انا اصلا هنسحب منه، انا ما انسحبش منه، العب كاس مصر، واشوف اختار اللاعب ده ينفع يلعب معايا في الفريق الاول، ينفع لما يكون في ازمه انا اعتمد عليه، لان انا عارف امكانياته. وصلت؟ طيب، ال- اللعيبه بتاعت الناشئين لما بيصعد وبيلعب وبيكبر بيكون عنده كمية ثقة كبيرة، هتلاقي نفسك بيديك أكتر من اللعيب في الفريق الأول، لان في لعيبه في الفريق الاول ما ينفعش تلعب في الفريق الاول. عندك دكه بسم الله ما شاء الله، ما فيش غير واحد او اتنين اللي هم انت بتعتمد عليهم، الدكه دي بتلعبها لما يكونش عندك لاعبين اساسيين، الاساسيين كله مصاب، طب انا ما عنديش لعيبه، طب ما انا عايز صفقات، طب هي الصفقات مش هتيجي في 10 دقايق هروح اجيب لك، اركب لك طياره اجيب لك لاعب واجي، مش هتركب. طب ما انا اجيب يا عم ناشئين، ما الناشئين اللي عندي دي انا ابيعها ليه واروح اشتريها بمبالغ كبيره؟ ابيع لاعب، ابيع ناشئ انا ب 100,000 واروح اشتريه ب 3 4 مليون. طب ما اجيب يا عم، هات يا عم هات، وريني اكاديميه النادي الاهلي، لعيبه فريق برشلونه، فريق، ما انا مش بوريك الفرق بين اللعيبه، لا انا بوريك الفرق في العقليه. انا عندي اكاديميه برشلونه، اكاديميه برشلونه مطلعه لي لعيبه وبانيه فريق معتمد، ان انا ما صرفتش فلوس، ما اشتريتش لعيبه كتير، لان انا عندي لعيبه اعتمدت على اللعيبه دي، لان هي طلعت من اكاديميه برشلونه واستفدت بيها. اللي ما ينفعش هستفاد منه ماديا، واللي ينفع اثبته معايا في النادي ويبقى معايا في الفريق، اديهم فرصه. يعني ليه ادي فرصه لنوادي تانية ان هي تشرط عليا؟ ليه ادي فرصه ان انا لما اروح اختار لاعب انديه كتيره تخش عليه اللاعب يعلى سعره اروح اشتريه بسعر عالي؟ مصطفى العش عايز اشتريه، زد قال لك لا خده اعاره ومع حقية البيع. ايه حقية البيع دي؟ حقية البيع دي ان انا عايز مصطفى العش، طيب خلاص والله نادي بيراميدز عايزه ب20 مليون، هتدفع ال20 مليون؟ هتقول له لا لا خلاص خد مصطفى العش، انا مش هدفع 20 مليون. نادي الزمالك على السعر مثلا هيدفع 30 مليون،
خلاص لا، يا اهلي هتدفع 30 مليون في مصطفى العش عشان تاخده. اقول لك لا انا والله دي فلوس كتير وانا مش هدفعها. خلاص مصطفى العش طار منك اهو، مع ان انت محتاجه وعايزه في الدفاع، لان انت ما عندكش دفاع. يوسف ايمن صفقة بزراميطة وما نفعش. بتحسس اللاعب، ما هو اللاعب في لعيب، في عقلية لعيبة ان هي لما تكون اساسية في النادي بتشوف نفسها فين، وان انا ما فيش حد بديل ليا في الفريق. خلاص يوم تجديد العقد، لا انا مش موافق، وانا عايز لا فلوس كتير. انا عايز يا باشا 100 مليون في الموسم. ليه؟ لان ما فيش بديل ليا. الاعلام كله عليا، واعلانات يا باشا جاية عليا، والدنيا حلوة، وانا احسن لاعب في مصر. احسن لاعب في مصر. يا خلاص مضينا يا باشا على 100 مليون 300 مليون في خمس ست في 3 سنين. كل سنة 100 مليون وادفع لي وانا موافق. طب انا ما مش معايا اديك مثلا، او انا يعني ما ينفعش هتعمل لي مشكلة في النادي. طب ما ماشي، ما هو الجمهور يا عم ها، اسأل الجمهور. ما هو الجمهور ممكن انا مش عايز عايز لاعب اساسي عندي ما مشيهوش من النادي. حتى لو النادي هيخسر فلوس مش مشكلة، بس ما تمشيليش اللاعب ده. اللاعب اتمرد على النادي والجمهور رأي مختلف. انا شايف اللاعب ده ان هو مش عازم ده على على عقود، والنادي في أزمة. الجمهور بيتكلم. طب ماشي يا عم، في الناشئين فين؟ فين الناشئين؟ فين ناشئين مصر فين؟ ناشئين النوادي. هو الاسماعيلي ده سموه برازيل مصر ليه؟ عشان في اكتر كمية ناشئين بتطلع في الاسماعيلي. نادي زد لما صعد من الناشئين، مفيش لاعب معروف وانسحب. اتسحب منهم لعيب. لا اي نادي عشان ما يكلفش فلوس بيبني على لعيبة ناشئين، بيشتري ناشئين. ناشئين ليه؟ لان سعرهم بسيط، مش معروفين يعني، مش مشهورين، مش الشهرة اللي هي. اشتري لاعب، اشتري ناشئ اتنين تلاتة اربعة خمسة ب 200 الف وخلاص، والعب بيه، واللي ينفع ينفع، واللي ما ينفعش اعليه اعلاميا وامشيه. استفاد منه ماديا عشان اعلي النادي، واجيب لي لعيبة بقى جاهزة من بره. هو ده اللي بيحصل للاسف.